شوفوا بقى يا بنات المخلل اللفت وجماله ما شاء الله عليه حلو جدا جدا ولونه حلو قوي قوي. من المخللات السهله والسريعه كده، وحتى يعني ما بتاخدش وقت في التخليل، وسهله ورخيصه وموجوده في السوق كتير جدا الوقت. سعرها حلو جدا جدا، وكمان حلو قوي ومن انواع المخللات الحلوه اللي الواحد بيحب يعملها، سواء هي او الخيار. ونبدأ بقى ونشوف الفيديو بتاعنا ونشوف طريقتنا سهلة وبسيطة كده، وما فيهاش اي حاجات يعني ايه، كتير. هي مكوناتها ملح ومية بس. يلا بينا. بس قبل ما نبدأ الفيديو، بتمنى منكم كلكم تدعوا لهم دعوة حلوة كده ان ربنا يرحمهم ويغفر لهم، ويجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، أم وأبويا وجميع أمواتنا إن شاء رب العالمين. وما تنسوش طبعا إخواتنا في غزة وفلسطين، ندعي لهم إن ربنا ينصرهم بإذن الله، وربنا يثبت أقدامهم ويرحم موتاهم ويشفي جرحهم إن شاء رب العالمين. يلا بينا نشوف الفيديو. صباح الخير عليكم، وصباح الهنا، وصباح السعد، وصباح كل حاجة حلوة بإذن الله. ربنا يسعد صباحكم يا رب بكل خير. بصوا أنا جايبة هنا 3 كيلو لفت. اللفت حلو جدا جدا. اللفت ده انا كنت جايبه الكيلو ب5 جنيه، يعني ال3 كيلو ب15 جنيه. احسن ما تشتريه كمان من بره وضمنه. اه صحيح، احنا كلنا بنشتري، كل واحد بياخد رزقه وكده، بس الحاجه اللي في البيت والله العظيم بيبقى لها طعم حلو جدا جدا. انا جبته بالشكل ده كده، هي منضفاه. و وما تيجي تشتري الليفت، اشتري اللي هي التقيلة، ما تجيبيش الخفيفة. الخفيفة هتلاقيها فاضية، عاملة زي الاسفنجة كده من جوه، وبتبقاش حلوة طبعا، ما تتخللش. لو تلاقيها عاملة كده ما تخلليهاش، عشان ايه؟ ما تبوظلكيش كل المخلل. هي بتبقى منضفاه وعاملاه بالشكل ده كده. حابة تجيبيه اللي هو بالورق بتاعه، الورق بتاعه على فكرة بيتحشى، بتحشيه، بتعمليه محشي، بيبقى حلو جدا. بس احنا بصراحة هنا ما بنحبش اللي هو المحشي ده. جبته وغسلته كده بالشكل ده كده في الطبق، وسبته شوية علشان لو فيه رملية ولا فيه اي حاجة تنزل منه. وباخده تاني برجع اشطفه تحت الحنفية كويس جدا جدا. لما تيجي تغسليه، اغسليه بالايد كده، مش بفرشة او اي حاجة، علشان لو عملتيه بالفرشة هتنزل اللون بتاعه ده، واللون ده احنا بنبقى عايزينه، بيديله لون حلو قوي مع البنجر كده، بيبقى تحفة. هنا بقى بعد ما اتغسل وصفيته خلاص، هنبدأ بقى نقطعه. بس الأول قبل ما ابدأ فيه شغل، وقبل حتى كمان ما يمكن اروح اجيبه، كنت مسخنة هنا مية كانت بتغلي، وسبتها بقى لما بردت خالص. لما تيجي تخللي اي نوع مخلل، سخنوا له مية وسيبي له المية بتاعته ايه تبرد خالص. بيبقى حلو جدا جدا. وكنت غاسله طبعا البرطمان ومنشفاه وغسلاه بميه برضو سخنه. آه، يعني زي تعقيم كده بيبقى حلو. هنا بدأت بقى ايه اقطع اللفت. ما شاء الله عليه حلو جدا جدا. وشوفوا يعني طري كده، ومش اللي هو، يعني هو طلع باين 2 بايظين، مش بايظين، اللي هي بتبقى زي طرية كده، ما تبقى ما ينفعش ان انت ايه تخليلها وكده. جبت القطاعة بتاعتنا الجميلة دي. هقطعه بقى، بعمل لها شكل حلو قوي. لو انت عايزة تعملي بالسكينة بترجع لك برضو، دي او دي، يعني بتبقى حلوة جدا اهو. حلوة قوي. اللي هي العروق اللي هي الخضرة دي انا خللتها على فكرة، انا بحبها جدا، طعمها بيبقى حلو قوي قوي. انا حبيت اعمل معاكم واحدة كمان. بتقطعي بقى الشكل اللي انت عايزاه، الحجم اللي انت عايزاه، بس لا تبقى تخينة أوي ولا رقيقة، او خليها وسط كده حلوة، يبقى شكلها حلو زي اللي احنا بنجيبه كده من ايه. وكان كمان احلى والله العظيم من اللي هو احنا بنشتريه. يعني بصوا، هو 3 ايام او 4 ايام بالظبط وبتبدأي تاكلي منه. ما بياخدش اي وقت، وسهل وسريع كده، وخفيف كمان في الاكل. هنا بقى بعد ما قطعته بالشكل ده كده، ما شاء الله عليه حلو جدا اهو. القطاعة دي بتعمل له شكل حلو قوي قوي. بتبقى في الجزر والليفت حلو قوي قوي بجد. هنبدأ دلوقتي. علشان ينزل ميته، انا مش هخلله على طول كده، هسيبه حوالي ساعتين 3 كده. برش عليه حوالي معلقة كبيرة او معلقتين كبار كده ملح، واسيبه بقى
ينزل المية بتاعته دي، ما بتبقاش حلوة يعني ان هو نخلله كده على طول. ينزل المية بتاعته دي وبعدين ايه، نبدأ بقى نخلله. هنا بقى بعد ما نزل المية بتاعته كلها اهو، شوفوا. ولو كنت سبته كمان كان هيبقى ينزل مية لسه، نزل مية كتير جدا. هاخده بقى دلوقتي. آه هنبدأ بقى نعمل المحلول بتاعه. انا معايا هنا المية اللي هي كنت مسخناها بردت خالص اهي. هبدأ بقى ايه، انزل بالملح. بصي انا ما بعايرش الملح زي ما انتوا شايفين كده، بحط الملح واقلبه كويس جدا وادوق. لو لقيته لسه عايز ملح بحطيله، لقيت ملحه زيادة بزود المية. يعني هي مش حاجة يعني صعبة ولا حاجة، هي سهل سهل جدا جدا. ده بنجر عندي لو قلت لكم يمكن معايا بقاله يجي سنتين، والله العظيم بقاله يجي سنتين مفرزاه كده وعيناه في الفريزر. آه، بستعمله لأي حاجة، أي حاجة داخل فيها البنجر بعمله. هو حلو جدا جدا. هسيبه بقى لما يسيح كده من التلج، وبعدين بقطعه مكعبات. علشان ايه ما احطهاش يعني حتة كبيرة كده. انا هنا بقلب بس الملح علشان كل الملح يدوب، وبدوق بقى الملح. لقيته محتاج احط له تاني، مش محتاج خلاص على كده. انا قطعته على فكرة بس ما وريتها لكوش اهو، قطعته حتت صغيرة زي ما انتم شايفين كده. جبنا بقى البرطمان العسل بتاعنا ده. انا بحب البرطمان ده جدا، بيبقى في المخلل حلو قوي قوي. هبدأ احط. بصوا البنجر اللي انا قطعته ده، يعني انا الخطوة دي نسيت اعملها بس عادي ما فيهاش اي مشكلة. حطي مثلا حتتين بنجر تحت كده. وبعدين حط شوية لفت. ولو عايزة تضيف عليه فصين توم، فصين توم تفتحوهم كده او تحطوهم سلام زي ما هم حطيهم. انا هنا بدأت انزل بقى اللي هو البنجر كده في الجناب كده اهو. هو ما كانش محتاج بنجر كتير لانه لونه كان حلو. اللون بتاع اللفت نفسه حلو قوي. وهنزل عليه بقى بالمية، بس ايه اضغطيه جامد كده علشان ما يعومش منك على الوش. ما شاء الله عليه حلو قوي قوي، ولونه كان جميل وطعمه احلى واحلى بجد والله. الحقي بقى هتهد الايام دي. خليه مرتين تلاتة كده في الفترة بتاعته الموسم بتاعه ده، قبل ما يخلص بقى من السوق. وزي ما قلت لكم سعره رخيص، يعني الكيلو ب5 جنيه، حلو قوي قوي. انا هرجع هنا اشيل الغطا واحط ايه، لان الغطا ده بحس ان هو بلفها كده، مش بيحكو مش محكم الغطا قوي. حطيت بقى اللي هي حتة الكيس ده من اللي هو اكياس الخزين، وقفلت عليه بس. ايه رأيكم في العروسة دي؟ بسرح شعره. يلا كل سنة وانتم طيبين، ويلا بقى واعملوه ان شاء الله، واشوفكم على خير بفيديو جديد. مع الف سلامة. مع السلامة.